تعالى اقولك على وصفة بصدور الفراخ. لو عملتيها مرة واحدة بس مش هتبطلي تعمليها، وولادك هيطلبوها منك كل يوم. هاتي حلة حطيها على النار، حطي فيها معلقة متوسطة كده من السمنة، وممكن كمان شوية زيت زي ما تحبي. استنيها لما تسخن قوي وحطي فيها شرايح فراخ انتي مقطعاها بقى، دي من الصدور انتي زي ما تحبي. لو عندك صدور ماشي، عندك من الاوراق ماشي. المهم ان احنا نقطعها شرايح كده كأنها زي الشاورما. يعني قلبي بقى الفراخ دي على نار عالية عشان ما تنزلش ميتها، لحد ما تحسي ان هي يعني خلاص لونها غير كده، وبدأت كمان تاخد من حتت تحمر، يعني تاخد لون. حطي بقى معلقة صغيرة خالص فلفل اسود، معلقة صغيرة مليانة شوية بابريكا. قلبي حلو، وبعد كده حطي ملح على قد كمية الفراخ. يعني شوفي كمية الفراخ اللي انتي مستخدماها قد ايه، حطي لها ملح. بس قلبي حلو بقى كده لحد ما تحسي ان ايه، لونها احمر كمان شوية يعني من التقليب. وبس اهو خدت اللون ده، انا استكفيت بقى بيه. فضيها في حاجة على جنب كده في طبق لوحده. وفي نفس الحلة اللي انت شوحتي فيها الفراخ حطي فيها مكعبين زبدة. فرومي بصلتين حلوين كده متوسطين، او ابشريهم بمبشرة او خرطيهم بالسكينة. انا دول مخرطاهم بالسكينة كده بايدي. بس حطي البصلتين الكبار دول وابتدي شوحيهم في قلب الزبدة لحد ما تحسي ان البصلايه دبلت. احنا بس بنحط رشة ملح عشان ريحة البصل وهي بتتشوح كده تبقى طالعة حلوة في البيت. بس بصي اول ما تحسي ان البصل دبل شوية كده، ما خدش لون لسه ولا حاجة، حطي عليه معلقة دقيق كبيرة، معلقة كبيرة مليانة دقيق. بس قلبي حلو كده لغاية ما تحسي برضو ان الدقيق ايه، بدأ يسخن ويتشوح مع البصل كده على النار، وتحسي اني شميتي ريحة الدقيق شوية. حطي معلقة كبيرة من الصلصة عشان تدينا لون حلو قوي للصوص اللي احنا هنعمله. ابتدي قلبي كده عشان اي مواد حافظة او اي حاجة في الصلصة تروح مع النار. قلبي تقليبة حلوة كده، تفضلي تشوحي شوية حلوين. حطي بقى كوبايتين من الشوربة على حسب بقى كمية الفراخ. لو انتي عاملة قد اللي انا عاملاه، انا عاملة 2 كيلو يعني الا ربع تقريبا. حطيت كوبايتين من الشوربة وكوبايتين من اللبن. انتي لو حاطة اقل من كده، فراخ اقل من كده، حطي كوباية وكوباية. حطيت رشة فلفل اسود، رشة بابريكا، ملح على قد حياء الصوص، وقلبت. بس هيديكي حتة صوص بصوا كده كان خفيف، وبصوا بدأ يتقل ازاي، خطير. يعني نشوح بصلاية، حط عليها معلقة دقيق بعد ما تدبل، بعد كده معلقة صلصة، بعد كده كوباية شوربة، كوباية لبن، ملح وفلفل وبابريكا. بس كل التوابل اللي انا استخدمتها فلفل اسود وبابريكا وملح. حطيت بقى الفراخ اللي كنت مشوحاها واديتها تقليبه، واول ما تبدا تغلي كده هسيبها تغلي على الاقل مثلا ايه بتاع 3 4 دقايق، يعني مش كتير. بس تاخد غلوه كده، هدوق عشان اظبط الملح بتاعها كان مظبوط وتمام. طفيت عليها خلاص. حطيت هنا بقى معلقه سمنه حلوه كبيره عشان هعمل رز بالخضار. دول 3 معالق رز بسمتي. حطيت بس على السمنه كده وبدات اشوح لحد ما حسيت انه ايه، نشف شويه يعني بيشكشك. هحط شويه ملح على قد كميه الرز. حطيت رشه فلفل اسود. انا ما بيفرقش معايا خالص على فكره النقط السوداء اللي بتبان في الرز الابيض، انا اللي بيفرق معايا اكتر الطعم بصراحه. فرشه الفلفل الاسود على الرز بتنقل الرز نقله تانية خالص. يا جماعه جربوها، انا بحبش طعم الفلفل الابيض بصراحه. فلو انتي بتحبيه حطي فلفل ابيض، انا ما بحبش طعمه. المهم حطيت بقى ميه مغليه بعد ما شوحت شويه الرز كده، وغطيتها يعني بحيث بصوا الرز متغطي بكميه حلوه من الميه. تقدري طبعا تحطي شوربه، هيطلع احلى بكتير كمان. بس استنيت عليه لحد ما غلى، وبعد كده غطيت. واول ما احس ان خلاص هو شرب الميه بس لسه تحت، يعني مش شرب الميه، الرز بان من على الوش بس لسه اللي تحت كله مليان ميه، بهدي بقى النار خالص واسيبه يتشرب على مهله خالص. جبت هنا مكعب زبده في طاسه عشان نشوح فيها شوية فلفل ألوان، نحطهم بقى على الرز. يا نهار أبيض، مش عايزة أقول لكم ده أحلى رز ممكن تكونوا هتاكلوه. يعني خطير الرز اللي بالفلفل الألوان ده، خطير. لو ما كنتوش جربتوه جربوه. نشوح بقى الفلفل الألوان كده في الزبدة، ورش عليه رشة بسيطة خالص خالص كده فلفل اسود وشوية ملح على قد حياء الفلفل. يعني بصوا لو تلاحظوا كل حاجة بنعملها بنحط لها ملح على قد الكمية اللي احنا عاملينها. بس هنشوح كده لحد ما نحس ان هو ريحته بس بدأت تطلع. يعني انا مش عايزة لونه يغير ولا يدبل، انا عايزاه لسه صاحي. يعني عايزة الفلفل كده لسه صاحي، يعني ما يبقاش دبلان خالص. انا خلاص طفيت على الفلفل. الرز هنا كان اتشرب، باقي بس يا دوب يعني 3 دقايق بالظبط وهطفي. يعني عايزة بس ياخد بخار الحلة. حطيت عليه بقى الفلفل بالزبدة اللي كانت في قلب الطاسة، وهقلب الرز كده تقلبتين، وهغطي واستنى عليهم الدقيقتين 3 كده. عارفين اللي هو زي ما يكون ايه،
الفلفل والرز ياخدوا من طعم بعض كده، ياخد بخار الحلة بس، مش اكتر من كده. لكن هو اتشرب ومفيهوش اي مية. هغطي عليه وبعد دقيقتين 3 بقى بالشكل ده، مفلفل وخطير وطعمه وريحته في حتة تانية خالص. ده من اجمل انواع الرز اللي انا بحبها بصراحة، الرز البسمتي الابيض وعليه فلفل مكعبات. انا بحب الفلفل الالوان، يعني انا اقصد الفلفل الالوان. في فوائد كتير جدا على فكرة الفلفل الالوان. هنغرف بقى كمان هنا من الفراخ اللي بالصوص. بصوا بقى بتتبلع لوحدها والله، يعني مش محتاجة حاجة انت تبلعي بيها. اغلب الشباب اليومين دول واغلب الجيل بتاع اليومين دول بيحب اي حاجة فيها صوصات، فبالنسبة لهم الاكلة دي هتبقى كده ايه يعني العشق زي ما بيقولوا، هيحبوها جدا. بس خطيرة، مش محتاجة جنبها والله ولا مخلل ولا حاجة تبلعي بيها ولا أي حاجة. يعني هي لوحدها كده على بعضها كده وجبة، تقدروا تغرفوها كده زي ما أنا غرفاها، وتقدروا تغرفوا ده لوحده وده لوحده زي ما تحبوا. بس فيها كل العناصر الغذائية. يا رب تكون عجبتكم، أسيبكم في حفظ الله، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة، بحبكم جدا في الله.